السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم مطبخ فاتي 21. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا في الفيديو غادي نقترح لكم هذا الفقاص لي بريستيج بالكركاع واللوز. تيجي الصراحه رائع، يعني تجمع ما بين القرمشه وفي نفس الوقت اللذه. ضفت ليه واحد جوج توابل صراحه تزيدوه لذه ومذاق تيجي ناجح 100% من اول تجربه. بلا ما نطول عليكم بزاف نمشي نشوفوا المقادير وكذلك طريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا خديت 4 ديال البيضات صغار، الا كان عندكم بيض كبار ديروا غير 3. وضفت ليه هنا السكر على حسب الذوق، يعني يمكن لكم تعمروا ديك الكاس ديال العنبه كما كتشوفوا. انا ما عبرش بالميزان ولكن عيني ميزاني يعني نقص منه. ضفت عليه هنا واحد الزا زهر. هاد الزا زهر كتعطيه واحد المذاق رائع، يعني اللي مجربين راه عارفين. وضفت هنا قبصه الملح كما العاده كما كتعرفوا دائما. هنا كنطرب اما بيدك وبالخلاط ولا بهذا كما كتشوفوا بهذا الباتور هذا ديال الخلاط اليدوي. ضفت ليه هنا معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال القرفه. وضفت هنايا نص كاس صغير ديال الزبده مذوبه ونص كاس العنبه ديال الزيت ونص كاس العنبه ديال الحليب. هنا ضفت السوائل كاملين. دابا غادي نمزجهم مزيان، نخلط مزيان كما كتشوفوا، وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا هنايا الدقيق تجيكم على حساب اما 600 غرام ولا 700 غرام على حسب نوعيه الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض، يعني ما غتحكموش في القياس ديال البيض. هنايا راه ضفت خميره ودرت ساشي ديال الخميره ديال 8 غرام وضفت عليه النص ديال الخميره، يعني بحال 12 غرام ديال الخميره. هنا تحذف لي ديك المقطع فاش ضفت الخميره، وتحذف لي كذلك الزهر، يعني درت الزهر درت هكاك معلقه كبيره. الزهر نوعيه مزيانه. هنا كنخلط مزيان 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 وصافي، كنخويه هنا على سطح العمل وكنديه ونجيب العجينه بحال هكا باش كنجمعها. يعني ساهل، عرفتي هاد العجينه فاش كنت كتجمعها يعني فيه واحد الملمس رطبه طريه، واحد العجينه واعره كتساعدك يعني في الخدمه، ما كتلصق ما حتى شي حاجه كما شفتوها، كتحكم فيها كما بغيتي. صافي هنا هاد العجينه نقسمها على جوج يعني نحاول نخرج غير جوج ديال لي بودان. غنحاول نسرحها بحال هكا كما كتشوفوا معايا بالدلاك، يعني ساهله ماشي شي حاجه. وديك اضافه ديال التوابل اللي ضفت ديال السكينجبير والقرفه، يعني كنصحكم انكم تضيفوهم. انا في الاول صراحه كنت متردده على السكينجبير ولكن ضفته، صراحه واعر تيجي وتعطي واحد المذاق واحد الريحه فاش كتكون، بخصوص فاش كتكون كطيب، فاش كيكون كيطيب الحلوه هادي كتعطي واحد الريحه واعره. هنايا خديت بيضه وضفت عليها القهوه سريعه الذوبان، خلطتهم مزيان. نضفت البيضه كامله وفاش سرحت العجينه كما كتشوف بحال هكا، يعني دهنتها بديك البيض وديك القهوه. وهنا خديت الكركاع، يعني هاد الكميه اللي عطيتكم ديال الدقيق وديال البيض وديك، المهم هاد المقادير كاملين حتى تكفيكم معاه نص كيلو ديال الكركاع و100 غرام ديال اللوز. انا هادشي اللي درت. هنا كنحاول نستف هاد الكركاع بحال هكا كما كتشوفوا وغادي نزيد معاه اللوز وغادي نجمع كما غادي تشوفوا معايا البودان ديالي غادي نجمعو، يعني ساهل ماشي شي حاجه اللي صعيبه. يعني كما قلت لكم كننصحكم انكم تضيفوا ديك التوابل، صراحه كيعطيو واحد المذاق رائع جدا. يا صراحه هذا الفقاس تيجي ناجح بدون كسور، وخا غادي يجيكم الفيديو طويل تبعوا جميع النصائح هكا باش تنجح معكم الوصفه. يعني انا واخا طولت الفيديو كان خصني ضروري نوريكم كاع لي ديتاي اللي درت وكاع يعني كاع المراحل كما شفتوا معايا. هنا تنحاول نجمع شتو السمك ديال العجينه، يعني بحال السمك ديال الصابلي فاش كنكونوا هكاك نفس القياس. هنا كنجمع، يعني ما تخافوا منه حتى شي حاجه، ما واخا تشوفي مثلا كركاع هكا كبير تقولي غيتقطع لك العجين ولا شي حاجه، لا ما كتقطع العجين حتى شي حاجه. وهاد ديك الطريقه اللي درت انني دهنت العجينه في الاول بالبيض وديك قهوه سريعه الذوبان، وفاش مستت فيها الكركاع واللوز عاودت كذلك كما شفتوا معايا انني دهنت ديك اللوز وديك الكرع. يعني هاد المرحله اللي ضروري ديروها
يعني باش كنحس باش نتاكدوا ان الكركاع واللوز تبتوا لنا في العجينه. واصلا حتى فاش كتقطع كتبان لك ديك اللون الداخل، يعني كيجي مزيون. صافي هنا كنجمع الحربول ديالي بحال هكا وغادي نضيفو في بلاطو وغادي نطلق نفس الطريقه كما درت في البودان الاول بحال هكا. يعني ساهل كيساعدك هو اصلا انك كيسقع عجين غير كتقيسوه هو كيبقى غادي معاك. يعني ساهل. هنا نفس الطريقه اللي درت. وهنا بيضه وحده راه كافياكم لهاد الكميه ديال هاد الفقاس هذا. يعني بيضه تبارك الله كيشيط منها، يعني بيضه كافياكم كما شفتوا معايا نفس الطريقه. ديك اللوز وديك الكراع فاش كنديرو ما كنثبتو ما كنبركوش عليه، غير كنحطوه صافي. نستمر بحال هكا ونجمع البودان ديالي كما شفتوا بحال هكا. وانتم تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي ندير له باش ندخلو الفران. وبالنسبه للفران انا كندخل في الفران يكون بارد. دابا الفران مازال ما شعلته حتى شي حاجه، حتى نقاد لي بودان ديالي كاع كاملين ندهنهم ونقادهم مزيان كما غتتبعوا معايا كما غادي تشوفوا. وعاد غادي نشعل الفران. وبالنسبه للطياب ديال الفران انا خليت الباب محلوله وباب مسدوده، ولا مثلا نديروا باب سدوها باب خليوها غير شويه بحال هكا، ولا بيبان بجوج ما تسدوهمش، يعني بقى مرفس عليه هكاك. يعني تبعوا هاد الطريقه وهاد النصائح وما غاديش يتشقق لكم ابدا الفقاس. يعني واخا تكون ما عمرك صوبتي ولا ما كينجحش معاك، تبعي الطريقه والمقادير وان شاء الله غادي ينجح معاك من اول تجربه. هنا كيما صوبت لي بودان ديالي حطيتهم في البلاطو، كنعاود ندهنهم بالبيض والقهوه سريعه الذوبان. وغادي نزينو بالفرشطه كما كتعرفوا بحال هكايا. وغادي نزينهم حبوب الخشخاش ولا البوافو. التزيين كيبقى اختيار، يعني ديروا هاد البوافو هكا ولا ديروا الجنجله الابيض ولا الجنجله العادي ولا ديروا اللوز ايفيلي كاوكاو ايفيلي. التزيين كيبقى اختياري. وانا غنشد واحد ليبيره ولا بانغا ولا شي حاجه بحال هكا تكون نقيه، وغادي نحاول نتقبض الفقاس كامل نبقى عليه كما كتشوفوا نتوما كتشوفوا غنبقى هكا بحال هكا. يعني هاد المرحله هذه حتى هي ضروريه باش ما يتشقش الفقاس. صافي هنايا من بعد ما دخل الفران وخرجته كما شفتوا معايا كناخذ هذا السلوفان. هنا خليت الفقاس حتى دفعات كنديرو في السلوفان ماشي باقي سخون حيت راه يحرق اليد. صافي بحال هكا كما هكا نلوي الفقاس ديالي بحال هكا في هذا السلوفان. واصغ البودان الثالث هو. وغادي نخليه يباتوا ليله كامله، يعني من الاحسن نخليوها البنات يبات ليله كامله، اولا صوبته في الصباح حتى العشيه. انا هنا صوبته في الليل وخليته بات حتى الصباح ديك 11 ديال الصباح قطعته. هانتوما كما كتشوفوا معايا نتقطع ساهل، ما كاين لا كسور لا تفرتيت لا حتى شي حاجه. ويكون عندكم المسمار يعني باش يسهل عليكم. هانتوما كما كتشوفوا يعني جاي اللوز باين الكركاع باين، يعني فقاس ناجح 100%. غير تبعي المقادير والطريقه وان شاء الله غادي ينجح معك. صافي هنا غنستمر في التقطيع ديال الفقاس ديالي وغادي نستفو في البلاطو وندخلو الفران كما قلت لكم. وبالنسبه للبنات الطياب ديال الفقاس ديال لي بودان فاش درتهم في الفران، يعني حاولوا تخلي البوطه مهيله، يعني بحال الشميعه ماشي تجهدوا البوطه. داك الساعه جهدتوا البوطه راه يطيب لكم على برا ومن الداخل يبقى العجينه. ودابا ملي تقطعوه وديروه كذلك في الفران، يعني حاولوا تكون عافيه مهيله وخليوه يطيب على خاطرو باش يتقرمش. وفي نفس الوقت يعني يكون عنده لون واحد، لون ذهبي، يعني ماشي تزربوا على البوطه تجي جهه طايبه وجهه محروقه وجهه خضراء، لا. وهنا تنبغي نقول للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي واول مره كيشوفوا هذا الفيديو، تما نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي. الا عجبكم المحتوى ديالي خليو لي لايك وشي تعليق زويون واشتراك، هذا فضلا وليس امرا. صافي غادي نستوي كما كتشوفوا معايا. انا ديجا هنايا سبقتكم قطعت البودان الاول وستفتو. انا بالنسبه لهاد البلاطو هذا هاد لي بودان كل واحد دار لي بلاطو، عندي بلاطو كبير ماشي صغير صراحه، ماشي ديك البلاطو الصغيورين بصراحه. ما عنديش القياس ديال ما عنديش العبر ولكن كبير. صافي هنا غادي ندخلو الفران ونتلاقاو ملي يطيب الفقاس ديالنا ونشوفوا الشكل النهائي. هنا من بعد ما طاب الفقاس ديالنا نتوما كتشوفوا الشكل كي كيجي
وتا ديك التزيين اللي درنا له ديال الخشخاش تا هو عطاه المنظر مزيون. هانتوما كتشوفوا الشكل ديال الفقاس كيف جا، يعني صراحه تيجي ناجح من اول تجربه. غير تبعوا المقادير والطريقه، يعني ساهل، يعني كاع المقادير اللي شفتوا ولا المراحل اللي شفتوا معايا، يعني كلشي ساهل، يعني غير تبعي المقادير والطريقه وان شاء الله ينجح معكم من اول تجربه. وصراحه الفقاس يستحق التجربه، يعني كيجي مقرمش وهشيش وفيه ديك البنه ديال سكينجبير والقرفه والزهر. يعني دابا حاليا كنصوركم وعطي واحد الريحه واعره، صراحه كنتمنى انكم تجربوه. وتا لهنا تما نقول لكم شكرا بزاف بزاف على مشاهده الفيديو، ونتلاقى ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. الى اللقاء.